شركات من جهة هذا الشركات بالنسبة للمواطنين ما استفادوا شيء منها، لا من أعمال ولا من طرقات ولا من صحة. ما دعمت المنطقة بأي شيء ملموس ويعرفوا عنه الناس. هذا المناطق مسكنها وسكن أبانا وأجدادنا من قديم الزمان، اليوم احترمنا منها. الشركات حيطت بناء قلنا الأرض هذا محرمة ما حد يدخلها، وشددتنا من محلنا اللي كنا نسكنها، وانتقلت الناس منها إلى المدن، إلى وادي حضرموت الداخل وإلى الساحل. ما عاد باقي إلا القليل، والقليل الذي موجود فيها يعني مضطر، ممنوع عليه أن يمر بهذا المناطق نهائيا بحيواناته ولا بسلاحه حتى الشخص. والأعمال ولا ما في أعمال، الأعمال اللي يجي لها موظفين من برا ليس من أهل المنطقة إلا قليل من أهل المنطقة، والذي هم موظفين من أهل المنطقة في الحياة الذي ما حد يبغاها. أما عضلي ولا حراسة بوابة حاجة بسيطة لا لها ولا عليها ومعاشاتها قليلة، والحياة الذي هي فيها معاشات يجولها ناس من المتنفذين الكبار عبر الدولة.